هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا والله، انا كأم ايات يعني بحترم جميع الاراء. بس الفترة دي يعني اللي هي فترة المقاطعة والناس اللي بتبدل المنتجات وبيعلقوا على المنتج المصري او ايا كان بيعلقوا على اي منتج. فانا يعني عايزة بس احط التاتش بتاعي. تمام كده. انا لو المنتج مش عاجبني، مثلا زي مثلا نسكافيه او مياه غازية، مثلا انا مش عايزة اقول الاسامي. انا ممكن اعمل ده في البيت، يعني مش هعمل ميه غازيه في البيت، بس ممكن اعمل عصير. ممكن اعمل النسكافيه بيتعمل في البيت. عندك الطريقه على اليوتيوب او عندك طريقه على اليوتيوب. ممكن تبحث وتعمل الحاجه دي في البيت اللي انت بتحبها. عايز تزود الكريمه، عايز تقلل البن، عايز العكس. فانت الحاجه اللي بتحب تشربها اعملها في البيت. بالنسبه بقى ان انا مش قادره مثلا ابطل الحاجه بتاعه المقاطعه. فيعني يعني كل واحد وضميره. انت ازاي بتشوف المشاهد اللي احنا بنشوفها على النت دي، وقادر تدعم الكيان الصهيوني بجنيه، حتى لو المنتج ده بجنيه، اللي هو يعني زي مثلا المرقه مثلا بجنيه. ازاي انا هقدر اديك الجنيه ده وانت تقتل بيه ابن حد تاني غير ابني؟ طب انا هرضى على ابني؟ انا ارضى على ابني يحصل له كده؟ الواحد بيخاف من، يعني لو ابنه تعب او حصل له حاجه بيبقى هيموت. اما انت شوف الضنا بيحصل فيه ايه. يعني انتوا شايفين بعينيكم، شايف بعينك وبتدعم. ازاي؟ طب فين الرحمه؟ فين القلب؟ فين الضمير؟ انا لو الحاجه دي هي دي اللي هتدخلي الجنه عشان اكلها، انا مش هدفعها. من الاخر، هدفع جنيه هيوصل لحد وانا عارفه هيوصل لمين وهيعمل بيه ايه. ربنا اولا هيحاسبني، ثانيا انا عندي ضمير مش هقدر اعمل كده. كل واحد بقى اللي يمليه عليه ضميره. هتقعد بقى تقولي المنتج اصلي المنتج حلو، المنتج وحش. عاجبك اشرب وكل، مش عاجبك خلاص اتصرف في حاجه تانية. لو انت بقى عايز تدعم الكيان الصهيوني او تدفع او تشتري او انت مثلا مش قادر تبطل المنتجات بتاعتهم. فلو انت مش عايز تبحث عن البديل وبتستسهل، هتدفع، ربنا هيحاسبك. ده قبل اي شيء. تاني حاجه موضوع اني مثلا انا متعوده على كذا، او ابني مثلا بيجيب الهابي ميل. وانا مش عايزه اقول اي اسماء. بس يعني انا كأم، انا لو انا عايزه فعلا قلب محروق على ضنا غيري، هتصرف من البيت. على فكره انا كلامي ده مش كلامي لوحدي، انا كلامي يعني في ناس كتير قوي رايها زي رايي. وفي ناس برضو كتير برضو بتقعد تقول المنتج المحلي مش قد كده. انا عايزه منتج كده. يعني انا مش عايزه اذكر اي اسم عشان بس تبقوا معايا في الحته دي. فانا انا في المقاطعه وما بجيبش حاجه من الحاجات دي، وبحاول اتصرف على قد ما اقدر. على فكره انا من الناس اللي حاجات المقاطعه دي كانت ليل نهار عندي في البيت، زيكم والله، واكتر كمان واكتر بكتير. يعني انا ما كنتش بعرف اطبخ غير بالمرقه. دلوقتي والله يعني ربنا، انا مش طايقه اشوف المرقه دي اصلا. لما بشوفها بشوف كل حاجه وحشه فيها. مش عارفه ليه، يعني حالتي النفسيه بقت. يعني انا حتى مش عارفه اعمل فيديوهات طبخ او كده، بسبب ان انا حالتي النفسيه بقت تحت الصفر من كتر المشاهد اللي بشوفها انا. يعني مش بعرف انام يعني. مش قادره الصراحه يعني. ازاي انا اقدر اشوف كده وادعم حد يعمل كده في حد؟ يعني انا بشوف خناقه في الشارع، بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون يعني سبب ان انا الخناقه دي تبطل او الناس تهدى شويه. اكون انا بقى سبب ان انا ادعم اللي بيتخانق ده واقول له كمل عليه واقتله. فكروا فيها، فكروا، فتحوا عيونكم. يا ريت بقى الناس اللي ما ترنيش في منتج بلدك. يعني انت الجنيه اللي هتدفعيه في منتج بلدك ده، على فكره اللي هيستفاد منه ابوكي واخوكي وابنك يعني زي مصريين زينا زيكم. اللي فاتح الشركات المصريه، الجنيه هيعود في بيت مصري، هيعود لاب مصري، لاخ مصري. فانا كده بدعم ابن بلدي. لما ادعم ابن بلدي حتى لو المنتج مش كويس، الدعم ده هيخليه يطور من منتجه او يطور من الخدمه اللي بيقدمها في المنتج. وعلى فكره الحاجه مش اوفر او مش وحشه اوفر. يعني ماشي شغاله، مش قصه. بس ايوه الحاجه المستورده طبعا معروف ان هي يعني حاجه توب يعني. بس في نفس الوقت انا الحاجه المستورده دي مادام هتاذي غيري انا مش هينفع اجيبها. دي نقطه. تاني نقطة، أنا لما أنا أتكلم مثلا عن منتج بلدي، على فكرة يعني أنا دلوقتي هقول حاجة، السينا كولا دي أنا فاكرة لما أول ما نزلت كانت مكسرة الدنيا، كل الناس كانت بتجيبها في أفراح، في اشمعنى دلوقتي لأ؟ اشمعنى؟ أنا على فكرة مش بدعم أي منتج، أنا مش بدعم حاجة، أنا بتكلم
في حته ان انتوا كنتوا زمان، انا كنت صغيره كنت بجيب حاجات، يعني شيبس الجوهره ده بتاع زمان، ما ده مصري. في حاجات كتير قوي احنا اتربينا عليها. يعني فيها ايه لما نرجع تاني؟ طب هتقولي الكواليتي ضعيفه، طب اعملي في البيت، اعملي شيبسي في البيت، اعملي عصير في البيت. حاولي تبدلي الحاجات بحاجات. في برضو المرق الدجاج دي تعمليها في البيت، الهابي ميل، الفرايد تشيكن، الحاجات دي كلها. شوفي طريقه وابحثي واعملي في البيت، او هتبقى حاجه نظيفه وضمنها. ومن برضو من ناحيه تانية ما تكونيش اذيتي حد بالجنيه اللي انت هتدفعيه للكيان الصهيوني. يا رب يكون الرسالة وصلت. انا نفسي الرسالة دي توصل بجد، امنية حياتي. نفسي الناس تفهم، نفسي الناس تعرف. انا بشوف الناس بتشتري دوريدوس وشيبسي وبيبسي وفي الافراح وكأني مفيش اي حاجة. يعني كأني انا فعلا من جوايا حزينة جدا. انا نفسي الرسالة توصل عشان الناس فعلا يكون عندها وعي اكتر، ويبقى فاهم اكتر، يبقى فاهم هو بيدي الجنيه ده لايه والمين، يبقى فاهم الفلوس دي بتوصل ازاي. يعني انا بدل ما اجيب مساعده لغيري، لا انا بجيب بتمن الفلوس رصاصه اقتل بيها حد تاني. انت كده بتأذي. انت لما تشتري المنتج انت كده بتأذي غيرك. انا نفسي والله نفسي من كل قلبي شيروا الفيديو، شيروا الفيديو، شيروا الفيديو. اللي ما يعرفش لازم يعرف، لازم يفهم الحاجه دي بتوصل، بتدمر ناس وتدمر بيوت وتقتل اطفال. الحاجات اللي مش هترضاها على نفسك ما ترضاش على غيرك. ما تدعمش الكيان الصهيوني. ومنتجات المقاطعة يا ريت تقاطعوها، يا ريت لطفا، عشان خاطر ربنا مش عشان خاطر حد. آه انا مش عارفه اقول ايه تاني بجد. انا من جوايا والله مش قادره يعني. فنفسي تشيروا الفيديو، ارجوكم شيروا الفيديو. ماشي، باي.